رسالة حضرتك بتوجهها لفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. أقول له أخي الحبيب حازم، أضم صوتي لصوت أخي الحبيب الشيخ أبي إسحاق، وأقول لك اسجد لربك شكرا أن نجاك الله من هذه الفتنة وأن أبعدك، فهذا تقدير الله جل وعلا، واعلم أنه لا يكون في كونه إلا ما أراد سبحانه. فالإرادة نوعان: إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. اعلم أخي حازم أنه لا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يبعد حاكم إلا بقدر وأمر أحكم الحاكمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تعال أخي الحبيب حازم إلى الدعوة إلى الله التي تبوأت فيها مكانا عالية، وذكر الأمة بربها وذكر الأمة بنبيها، وكن داعية خير وهدى كما كنت بفضل الله تبارك وتعالى. وأسأل الله ألا يحرمني وإياك شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق، وأنا واثق أنك تستطيع بإذن الله أن تخدم أمتك وأن تخدم دينك من أي موضع كنت فيه. فأعلن اليوم أخي الحبيب صوتك وتأييدك لأحد إخوانك من أصحاب المشروع الإسلامي لينضوي تحت هذه الراية أيضا أحبابك وأتباعك ممن ناصروك وعاونوك، لتكون دعما لهذا المشروع الإسلامي الذي أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا منه، إنه ولي ذلك. آمين يا رب. رسالة لأنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. أحبابي في الله، أشهد الله أنكم ما نزلتم وما تحركتم إلا نصرة لدين الله وإلا نصرة لهذا المشروع الإسلامي. الكل نزل بنية طيبة نعم ونية صادقة. لا أتهم أبنائي وإخواني وأقول لهم جزاكم الله خيرا، لكن أؤكد لكم تذكيرا أننا ننصر دين الله، لا ننصر شخصا ولا واحدا بعينه، وإنما ننصر دين الله تبارك وتعالى. وإن لم يقدر الله لأخي حازم هذا الأمر فنحن من أولى الناس أن نعلن إيماننا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. فورب الكعبة لا يأتي حاكم ولا يزول حاكم إلا بقدر رب العالمين. ألا تعلم ولد الغالي وأخي الحبيب أن رئيس مصر القادم مكتوب عند الله جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة؟ روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وقد التبس الحديث على بعض أحبابنا من أهل العلم والفضل، فأود أن أقول إن الزمن المذكور في الحديث هو زمن الكتابة وليس زمن التقدير، فالتقدير أزلي. فأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. جميل. رسالة حضرتك باسم قناة الرحمة لأنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. قناة الرحمة تحبكم، ووالله الذي لا إله غيره منهج قناة الرحمة الأدب، ولا تحب أبدا العداء والصراع، لأنها ما أصلت وأسست إلا لتذكر الناس بربها، فكيف تنفر الناس عن ربها؟ إن حدث خطأ من الرحمة وأنا على موضع منها أعتذر جميعا للجميع، أعتذر أنا شخصيا إن بدر من الرحمة أي خطأ أو أي خلل. أنا أخي أجيد بفضل الله تبارك وتعالى سياسة الاعتذار، لأنني خطاء وأعلم قدري أنني في الوحل والطين أقبل رأس كل أخ من إخواني
ورأس كل ابن من أبنائي، والله حتى ولو أساء إلي، ولو أساء للرحمة، وأنا أعلم أن هناك من الكثيرين من أساءوا لنا ولا زالوا، وهناك من سيظل يسيء للرحمة. نحن نسامح الجميع ونغفر الجميع، ولا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. لا أقول ذلك تجملا، بل أقول ذلك تدينا واعتقادا، لعل الله أن يغفر لنا، لعل الله أن يسامحنا، لعل الله أن يتجاوز عنا. فربنا جل وعلا يقول لعبد يوم القيامة: كان يدين الناس، ماذا كنت تفعل، ماذا كنت تعمل؟ فيقول العبد لربه: يا رب كنت أنظر المعسر وأقول لصبياني تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عني. فيرد ربنا جل وعلا على عبده ويقول: أنا أولى بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا خطأنا وزللنا. وأنا أقول لإخواننا جميعا: أشهد الله أننا نحبكم في الله، ونسأل الله أن يجمعنا جميعا على قلب رجل تقي نقي واحد، آمين. وأن يغفر لنا زلاتنا وذنوبنا، وأن يقر أعيننا بنصرة ديننا وعز بلدنا، إنه